السلام عليكم. يا ريت بس تهدى 5 دقايق بس معلش. والولد يقعد معلش عشان نفتتح اليوم. يا ريت يا جماعه لو سمحتوا الصوت معلش بعد الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. السيد الأستاذ الدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات. السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. السادة الضيوف من خارج الجامعة وداخلها. الزملاء الأعزاء. أهلا ومرحبا بكم جميعا. حرصا منا على تقديم كل ما هو مفيد للطلاب في المرحله الجامعيه وعملا على سد الفجوه بين الطالب وسوق العمل، نتشرف بتقديم مؤتمر الابتكار طريقك للنجاح، وهو المؤتمر العلمي الاول لاسره الف في كليه الحاسبات والمعلومات تحت اشراف دكتور نور السلم، وذلك بالتعاون مع مجله عالم رقمي. بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر في الدورتين السابقتين، عدنا إليكم من جديد تحت شعار الابتكار طريقك للنجاح. بسم الله نفتتح اليوم ومع خير البداية والقرآن الكريم والطالب محمد رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن إذ قال يوسف لأبيه
صدق الله العظيم. والآن مع كلمة الترحيب والأستاذ الدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا في البداية برحب بأعضاء المنصة الكرام اللي شرفونا الندوة النهارده، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عبد الله النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور غادة عامر نائب رئيس المؤسسة، الأستاذ خالد حسن محمد تكنولوجي لقناة BBC، المهندس محمود حمودة مدير تطوير الأعمال بشركة سي سكوير، الدكتور محمد عدلي رئيس قطاع تدريب والITI. في البداية طبعا بدأ اعتذار رئيس الجامعة عن الحضور بظروف طبعا خارجة عن الإرادة، عنده اجتماع في الوزارة، فطبعا أتمنى الجميع يتقبل العذر بتاعه، وإن شاء الله هات الكلمة الخاصة برئيس الجامعة. الجامعة المنوفية وخاصة كلية الحاسبات والمعلومات تبدي اهتماما كبيرا بمجالات الإبداع والابتكار، وذلك من منطلق إيمانها بأن أفكار الشباب وإبداعاتهم تمثل نقطة فارقة في تميز الشباب والأمم. وقد حان الوقت لكي نعتمد على أفكار شبابنا ورعاية ابتكاراتهم وإبداعاتهم. وهذا هو التوجه الذي استخدمناه الآن جامعة المنوفية برئاسة الأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، الذي يقدم كافة وسائل الدعم والمساندة لجميع أبناء الطلاب في جميع الأنشطة، ولكن يزيد اهتمامه سيادته بمشروعات التخرج بطلبة الكليات العملية المتخصصة في الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا والعلوم والطب، التي نالت إعجاب السيد وزير التعليم العالي في عيد الجامعة السابق، مما جعل سيادته يفكر في عمل مؤتمر لعرض هذه المشاريع ودعوة الشركات العاملة بمصر لاكتشاف المواهب والأفكار الشابة المبتكرة وربطها بالصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في نشرها وتسويقها للشركات التي من الممكن أن تساهم في احتضانها وتطويرها لمرحلة أخرى أكثر قدرة، كما تم في مشروع طلب
مشروع التخرج في هندسة السموم، مشروع نبصر الذي تبنته وراعته أكاديمية البحث العلمي وعملت شركة لفريق المشروع. وتأتي هذه الندوة بعد حصول جامعة المنوفية على المركز الأول في مسابقة شباب الباحثين بجامعة أسوان الشهر الماضي، وبمثابة نقطة انطلاقة وبداية تحضير للمؤتمر الذي تبناه سيادة رئيس الجامعة في هذا المجال قريبا بمشيئة الله. متوقعا نسعى في ذلك في إيجاد فرص العمل لأبناء الطلاب والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة الإبداع والابتكار داخل الجامعة لمساعدة الطلاب على توليد الأفكار المبتكرة. في النهاية طبعا نشكر أسرة ألف بصاحبة الحفل ورئيسة الدكتورة نورة السبري، وبشكر جميع أعضاء التدريس والطلاب اللي شرفونا النهارده بالحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عمرو. والآن كلمة بعنوان دور مجلة عالم رقمي في تنشيط الابتكار مع الأستاذ خالد حسن المحلل التكنولوجي لقناة الBBC ورئيس تحرير مجلة عالم رقمي. مساء الخير. يمكن هي نقول المرة الرابعة اللي بنلتقي فيه معاكم جريمة عالم رقمي في إطار مبادرتنا لإبداع طريقة النجاح اللي تم إطلاقها من حوالي 8 سنوات بهدف إن إحنا نعمل جسر من التواصل بين طلبة الجامعة بأنهم معمل تفريغ الكوادر البشرية، والجانب الآخر اللي هو شركات التكنولوجيا والمعلومات بأنها تمثل جانب الطلب في سوق العمل. والحمد لله بالتعاون مع الدكتوره نوره، وكنا برضه قبل كده بالتعاون مع الدكتور اسامه كنا قدرنا ان احنا الحمد لله على مدار الدورات اللي فاتوا ان احنا نقدر نعمل قصه نجاح بين جريده عالم رقمي والشركات اللي شاركنا فيها، سواء شركات تكنولوجيا او شركات اتصالات، ان احنا نحاول ان احنا بنساعد بعض الطلبه منكم وبعض الطلبه فعلا تواصلوا معانا ان احنا بنحاول نوصل مشروعاتهم ان هي ترى النور، وفي نفس الوقت ان هو لو عندنا امكانيه ان هو يحصل على الدورات التدريبيه كنا بنعملها مع ITI مع وزاره الاتصالات. وافتكر ان احنا وزعنا في اول دوره لنا حوالي 150 دوره تدريب او 150 طالب اتدربوا في خلال الدوره دي. احنا الحقيقه زي ما كان الزميل بيعرف الكلمه بتاعتي هتدور حوالين الكلمه هتدور حوالين ازاي فعلا الابداع بقى النهارده جواز المرور لسوق العمل. النهارده الطالب للاسف مشكلته النهارده بيتخيل ان هو مجرد حصول على شهاده او بكالوريوس او ليسانس او اللي هو بنسميه جواز المرور اللي هو فالنهارده الشهاده لوحدها شيء مهم ولكن شيء غير كافي. النهارده عشان تقدر تحصل على فرصه عمل او تخش سوق العمل سواء بقى في شركه او ان انت تقدر يبقى عندك حتى فرصه ان انت تمول الافكار بتاعتك، ما بقتش تعتمد فقط على عمليه ان انت تحصل على الشهاده. وهنا دي دورنا احنا ان احنا نركز على ازاي نقطه ثقافه الابداع لدى الطالب، ان هو ازاي وهو اثناء ما فتره هو طالب الاربع خمس سنين اللي هو بيدرس فيهم النهارده ازاي ايه الدورات التدريبيه اللي يقدر يحصل عليها عشان يخرج جاهز لسوق العمل. وفي نفس الوقت برضه مش عايزين ان احنا نصعبها على البعض ان احنا هنقول ايه هي الجهات المنحه وايه هي الدورات التدريبيه اللي انت ممكن تحصل عليها مجانا، وفي نفس الوقت ايه هي الجهات اللي ممكن توفر التمويل لمشروعك، ان انت حتى وانت طالب ممكن تبدا النهارده تبقى رياده اعمال ويبقى عندك مشروع الفكره بتاعتك تتحول لمشروع قائم بالفعل. الابداع ببساطه كده عشان ما نقولش كلام مصطلحات ممكن البعض يعني يقول لك ده كلام كتب، لا احنا هنحاول نقول الابداع بطريقه بسيطه هي مجموعه من الافكار اللي قابله للتنفيذ، اللي من خلالها حضرتك بتحاول تعالج مشكله موجوده في المجتمع. يعني لو جينا زي مشكله المرور ولنا بنشوف بعينينا الزحمه في المرور ازاي ان هي زحمه ممكن بتعطل المصالح وتستهلك موارد بتروليه وبتؤدي للتاخير وبتؤدي نظر كمان المواطن على الدوله في نفس الوقت. طب ايه اللي ممكن يعني نفكر فيها عشان نلقى حل بسيط زي ده؟ في ناس طلبه زي حضراتكم كده في جامعه القاهره عملوا تطبيق اسمه بيقول لك. تطبيق بيقول لك دوت مجرد ان هو مجرد عمل تطبيق على الابلكيشن موبايل ان هو كل واحد ماشي في الطريق اللي هو ماشي فيه هو طريق سالك يقول لك الطريق سالك وكويس فكيله بيستفيد، وبرضه لو واحد ماشي في طريق ثاني لا في زحمه فبيقول والله الطريق زحمه، ومن هنا بدا الطريق الابلكيشن يشتغل وبقى هو المستخدم هو اللي بيديله الكونتنت بتاعه وهو اللي بيموله.
وفي نفس الوقت اللي هي الشباب اللي هم 4 شباب اللي هم بيعملوا توكيل بيقول لك النهارده على اساس ستوري بقى عندهم حوالي 25 واحد تاني بيشغلوه معاهم عندهم استثمارات جاتهم حوالي 3 مليون جنيه. عايز اقول لك ان هو الابداع مش لازم تكون فكره صعبه قوي ومش لازم تكون حاجه مستحيله، ولكن لازم يكون مرتبط او مرتبط بحاجه في المجتمع اللي انت بتعيش فيه. النهارده لو المجتمع النهارده في المنوفيه مجتمع زراعي اكيد في مشاكل كتير جدا بيواجهها المزارع. من اول استغلال التاجر ليه، من اول عمليه النقل، من اول حصول على المبيدات، مش عارف يزرع ايه النهارده، مش عارف اسعار كام عشان يقدر يبيع المنتج بتاعه. ازاي احنا كطلبه في مجال تكنولوجيا المعلومات ازاي نستخدم الاحتياجات دي ونحولها لحلول تكنولوجيه قابله للتطبيق. هتقولي والله اصل في ناس كتيره مجالات كتير قراءه وكتابه. كنت من حوالي 10 سنين كده برضه في الهند، وتجربه بسيطه جدا. الهند كتير يعرفوا ان هم نفس تقريبا التحديات اللي بيواجهها المجتمع الهندي هي نفس اللي بيواجهها التحديات في المجتمع المصري، بس هم عندهم قدره على ايجاد حلول مجتمعيه. فالمزارع برضه هناك بيعاني بنفس المشاكل اللي بيعانيها المزارع بتاعنا. فابتكروا برضه احد الشباب ابتكر تطبيق اسمه تطبيق المزارع، عباره عن مجموعه من الصور. لو بص على حاجه رقم 1 تعرف النهارده سعر مثلا الطماطم بكام. لو وصلت على سعر 2 تعرف والله البطاطس بكام. والله لو بتبص على 3 تعرف والله ان انت النهارده ممكن مبيد الحشر بتاعك تاخده ايه؟ الدوره الموسميه بتاعت الزراعه ايه؟ فبدا يعمل حاجات يعني تطبيقات بسيطه تقدر المستهلك اللي هو سوري ممكن ما يكونش يجيد القراءه والكتابه يقدر يتعامل معاها بصوره. النهارده عندنا 96 مليون مستخدم للموبايل، فالنهارده لما حدش يقول ان ما فيش فلاح في مصر ما بيستخدمش الموبايل بتاعه، وعن طريق ان انت توجد حلول بسيطه تقدر ان انت تسهل عليها. الفيسبوك نفسه يا جماعه يعني اختراعه ده جاي منين؟ قبل الكوفيد كان طالب في الجامعه مجرد ان هو شايف ان الطلبه بتوعه مش عارفين يعرفوا المحاضرات بتاعتهم ازاي والجدول الامتحانات ازاي، فبدا ياخد الداتا دي ويبدا يعمل لها نوع من الخاص بالطلبه بس ان هو مجتمع للطلبه، وبدا ينجح من هنا الفيسبوك وينتشر على مستوى العالم. انا هتكلم يعني خلال الفواصل بين الضيوف هتكلم ازاي ان احنا زي ما قلت كده نتكلم على الابداع في الميت هتركز على الابداع بس المره الجايه في الجلسه. كل دي مهارات خدها مني دلوقتي. زي ما قلت لك لما هتبص للي جنبك دلوقتي ممكن كمان 3-4 سنين تلاقيه مدير عليك. مش للفروق التكنيكال فقط، وخدها مني دلوقتي يعني جرانتد وعن خبره، مش للفروق التكنيكال فقط، ومش لفروق التقدير فقط، هو جيد جدا وانا جيد، مش دول بس، وان كان التقدير مهم، وان كان الفروق التكنيكال مهمه، وعمري ما هقول لك اهملها او سيبها. ولكن برضه ممكن عشان الانجليش بتاعه احسن مني الاقيه تقدم عني، والاقيه مرتبه ضعف. وممكن عشان السوفت سكيلز بتاعته والمانجيريال سكيلز بتاعته احسن مني الاقيه نط وبقى مدير عام. وساعتها معاملته هتختلف يعني، وافتكروا لي بكده. خطوات القبول في ال 9 months زي ما بقول ما هي صعبه ما هي سهله، بتتعرض لبعض الاختبارات التكنيكال الكتابيه، بتتعرض لبعض الانترفيوز. نسبتنا في القبول بتبقى قليله شويه، يعني احنا لو اتقدم لنا 100 واحد بنقبل منهم 14 ونص. كويس؟ التريننج بروسس منقسمه الى حتتين، احنا بندي كورسز، يمكن اللي بيجي لنا من الجامعه بيكون شبعان كورسز، بس الكورسز بتاعتنا تختلف شويه لان احنا بنركز على اللي عايزاه الصناعه، بنركز على اللي عايزاه الوظيفه، بنركز على اللي عايزه الاندستري، او بنركز على المجال اللي يفتح سكه انك تبقى انتربرينور او رائد اعمال. اخر حته من التدريب بتاعنا بنعمل KTP او نولج ترانسفير بروجرام، بنروح وبناخد بايد حضرتك لشركه من الشركات اللي شغاله، واي شركه هتلاقي هنا معاها اتصال او كوميونيكيشن، اي شركه من الشركات الكبرى، مره ثانيه منها هي سكوير، بنعرف الطالب عليها وبنقول لهم لو سمحتوا ادوا لدوت حاجه بنسميها اون جوب تريننج. ابتدوا شغلوه في الحاجه اللي انتم محتاجينه يشتغل فيها لمده 3 شهور مجانا، مجانا يعني ما تدلوش فلوس. وعلى ذكر الفلوس احنا اللي بيجي عندنا مده 9 شهور بياخد مرتب لمده ال9 شهور، مرتب مجزي طبقا للتقدير بتاعه، يعني الامتياز ممكن يوصل ل 1200 جنيه شهريا، واحنا بناخد جاي ما بناخدش مقبول. بالناس يعني المرتب ده. الKTP هنا دوت بيأهلك ان انت يبقى لك زي مشروع تخرج، لو انت مش هتروح تشتغل في شركه او جوب تريننج، بيأهلك ان مشروع التخرج ده بتاعك
يتحول الى حاجه ستارت اب او حاجه تبقى انت من خلالها انتربرينور وتبقى مؤهل ان جهه من الجهات اللي بتحتضن رواد الاعمال انها تحتضنك وتبتدي تصرف عليك وتبتدي تاهلك الى انك تفتح شركتك وتبقى صاحب الشركه وتاخد مسار اللي هو رقم 3 من الاربع مسارات اللي انا قلت عليهم. برنامجنا الثاني اللي خاص بالطلبه واللي ممكن بعضكم من خلال كليه حسابات ومعلومات سمع عنه برنامج ايديو ايجيبت. ايديو ايجيبت موجود على موجود في 16 كليه منهم 16 جامعه انا اسف، منهم جامعه المنوفيه، موجود في 55 كليه منها كليات من جامعه المنوفيه، وبيدرب الطلبه في سنه ثالثه وسنه رابعه على حاجتين: اللغه وبعض المهارات الفنيه اللي تؤهله ان هو يشتغل في كول سنتر او يشتغل في البي بي او او يقدم خدمات تقنيه من خلال التليفون لجهات محليه وعالميه عايزه منه هذه الخدمات. حد هنا في ايجيبت او حد هنا بتاع هذا؟ طب ارفع ايدك. الحمد لله. دي الجامعات المحليه والعالميه اللي لينا معاها لينك. طيب معنى ايه لينا معاها لينك؟ معناها انه اللي بيخلص عندنا 9 شهور، ال9 شهور دي بتبقى بيحصل لها اكريديتيشن واحده من الجامعات دي بحيث ان هو يلتحق ببرنامج الماجستير بتاعهم او برنامج الدكتوراه عندهم. في الغالب بيبقى ماجستير في الاول، ولكن بعد ما يكونوا عملوا اكريديتيشن في الكريدت اورز بتاعتهم لل9 شهور بتاعتنا بحيث تبقى معترف بيها عندهم. نوتنغهام في انجلترا وتخرج منها 10 حمل الدكتوراه واكثر من 150 واحد ماجستير. اوريجون دي في مجال متخصصه شويه في مجال الصحه. لاند دي في السويد. دبلن كويس في ايرلندا. بادربورن في المانيا. والجامعه اليابانيه الموجوده في برج العرب في اسكندريه طبعا هي اسمها اي جاست اللي هي موجوده. كل دول تقدر تكمل فيهم الماجستير بتاعك بعد ما عملوا اكريديتيشن او عملوا اعتراف بال9 شهور بتاعتنا ككريدت اورز عندهم. براحتك بقى، يعني اي شركه تخطر على بالك في هذا المجال هتلاقيها موجوده. كويس؟ دي الشركات اللي لينا معاها بارتنرشيب بمعنى انها بتقدم لنا افكار مشروعات التخرج علشان ما نقعدش نتخيل مشروعات تخرج زي ما بيحصل في بعض الاحيان في بعض الكليات، مشروعات تخرج وهميه لا علاقه لها بالصناعه او بالمجتمع. وفي نفس الوقت دي اللي بتستقبل الخريجين بتوعنا بعد ما بيتخرجوا الخريجين مجال 9 شهور عشان يشتغلوا فيها. كتير جدا من خريجين الاي تي اي موجودين هنا. كويس؟ موجودين في شركات من دي شركات اي تي او بنوك او اماكن فيها ناس بيشتغلوا في الاي تي. في الدقائق اللي فاضله هقترح او هستعرض عليكم بعض مشروعات التخرج اللي كان ليها او كان ليها مردود مجتمعي او بتلبي بعض الاحتياجات المجتمعيه. دي كانت في مجال الاقتصاد. ويب ابلكيشن بينظم الى حد ما تعامل اقتصادي معين من خلال الويب. خد بالك كل اللي هعرضه لك دوت ما هواش اختراعات وما هواش افكار تحتاج لعبقري تحتاج لاينشتاين، بالعكس ده افكار بسيطه زي ما كلمتك عن الفيسبوك في الاول وقلت لك الفيسبوك كفكره ما كانش مش هو الاختراع اللي يكتسح العالم بهذا الشكل. من بين الاختراعات المرتبطه مثلا بالانترنت اوف ثينجز اللي في طريقها للتنفيذ حته بس عشان تخصصي حابب ان انا اقولها لكم. عايزين نعمل عداد كهرباء يتبع وزاره الكهرباء ويكون في شيب سمارت بحيث ان لو استهلاك الكهرباء زاد من خلال يعني شبايه اللي هي خط التليفون كويس يبعت لشركه الكهرباء وشركه الكهرباء تبتدي تتكلم مع المستهلك دوت وتقول له انت استهلاكك عن الكهرباء فالمعدل بتاعك متوقع مننا فاتوره عليه. اكتر من كده كمان لو مجموعه في حي واحد استهلاك الكهرباء بتاعهم زاد والسيم كاردز اللي موجوده في عدادات الكهرباء بتاعتهم ارسلت لشركه الكهرباء اللي دول كلهم استهلاكهم عالي ومأثرين على المكان، بالتالي شركه الكهرباء بدل ما تقطع عن المحافظه كلها او عن الحي كله تقطع الكهرباء عندهم بس. كويس؟ الكلام اللي انا بقوله دوت فكره. الكلام اللي بقوله دوت معروض في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها على وزاره الكهرباء لابداء الراي والطرح المناقصه والتحول الى فكره. طب ده ايه علاقته بالانترنت اوف ثينجز؟ ما هو ده ماشين بتكلم ماشين. كويس؟ من خلال سيم كارد هنا وسيم كارد هنا ومن خلال شبكه الانترنت. بس دي موبايل جيم. الميزه في الموبايل جيم ديت ان هي خدت جائزه عالميه
في مسابقه ايماجن كاب في الولايات المتحده الامريكيه. دول اي تي اي شايلين على مصر في بيستلموا الجائزه الثالثه في الولايات المتحده الامريكيه في مسابقه ايماجن كاب من شهور قليله. Third place in Imagine Cup 2014 World Wide Finals. كويس؟ فرع الاسماعيليه عمل تربو. اوكي؟ اكتر مشاريع كتير مش هنخوض ولا يمكن اقول اهم حاجات دي لمساعده ذوي الاحتياجات الخاصه في ابواب محتاجه مننا التفات اكتر. نساعد الصيادين، نساعد مربي الاغنام، كل دي افكار. نساعد الامهات بالاي تي، كل دي افكار مش محتاجه زي ما بقول يعني عبقري عشان نكتشفها. لينا تواجد في كتير من الدول الافريقيه. كويس؟ بوروندي واريتريا والسودان واوغندا، حاولنا ندي لهم خبرتنا التدريبيه، حاولنا نساعدهم ازاي يعملوا اي تي اي عندهم. انا كده خلصت وتحت امركم في اي سؤال. طبعا ده الموقع بتاعنا iti.gov.ag، انا موجود وتحت امركم في اي سؤال وشكرا جزيلا. طبعا بنشكر الدكتور محمد علي طبعا على هذه الكلمه. قبل ما ننتقل للتسجيل النهارده الاستاذ محمد عبد المقصود معانا من جمعيه دلتا تخصص مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعنيه بخمس محافظات منهم محافظه المنوفيه طبعا. اتفضل معانا محمد. بس نظرا للمواعيد الدكتور عبد الله والدكتوره جاده، حد عنده اسئله مؤسسه عربيه يا جماعه محتاج دلوقتي عليها رد او اجابات من الدكتور عبد الله او الدكتوره جاده. لو حد عايز اي معلومه او كده اتفضل ممكن. ممكن ندي الميكروفون او تعالى صوتك معلش. انا بس عايز انوه لحاجه بس يا جماعه معلش بعد كده. في جوائز مقدمه على رقم شركه فودافون باذن الله 10 جوائز هنوزعها باذن الله بعد البريك. اتمنى انكم تشاركونا معانا ويتم السحب عليها. حاجه كمان بس عايز اقول لكم عقبال ما تسجلوا توصلوا للفول مايك. انا كنت احد المحكمين في مسابقه الانتاج من سنتين كده. وفاز فيها فريق هندي. تفتكروا يا جماعه اللي فاز فيها الفريق الهندي بمليون دولار، كانت الفكره بتاعته ايه؟ عباره عن موضوع نجاز اللي هو كلنا عارفينه، وابور عباره عن هو قدر الفريق دوت ان هو يعمل وابور بتكلفه اقل 50% ونسبه التلوث بتاعته اقل 50%. فاز بالجائزه دي على مستوى العالم وقدر ياخد مليون دولار من انتاج وفعلا قدر يتحول لمشروع قومي. هو ده اللي انا عايز اقول لكم بس ان الابداع يا جماعه حاجه مش صعبه، حاجه سهله، بس المهم ان تبقى عينك ازاي قادره تدرس المشكله وعينك قادره تقدم الحل. فموضوع بسيط قوي زي كده. قابلت بيل جيتس من الناس اللي قابلت بيل جيتس قابلت 3 مرات. سالته بس سؤال واحد، ازاي مايكروسوفت اختار الموظف في مايكروسوفت؟ تفتكروا الاجابه كانت ايه؟ قال 3 حاجات. اول حاجه ان هو لازم يكون يتعامل من خلال فريق عمل زي ما ضيوفنا الكرام قالوا. لازم يكون عنده فريق عمل يقدر يتعاون من خلاله، مش حاجه ان هو يقدر يعمل حاجه من الابره للصاروخ، ده مستحيل. تاني حاجه ان هو بيحب التكنولوجيا، بيحب التكنولوجيا نفسها من اجل مش ان هي هي ادعمه، لا، ان هو راجل بيحب التكنولوجيا. زي ما حضرتك كده كليه هندسه كليه حاسبات، حتى اللي في التجاره منكم او في اي كليه ثانيه يكون غاوي التكنولوجيا. الحاجه الثالثه ايه هي؟ ان هو قادر يوظف حلول التكنولوجيا لايجاد حلول للمجتمع بتاعه المحلي. 3 حاجات كل واحد فينا النهارده يقدر يكون ال3 حاجات دول موجوده فيه. ارجوكوا اللي حضر معانا النهارده وقعد مده ساعتين يسمع الكلام دوت، النهارده لازم حاجه تتغير فيه. لو انت النهارده روحت بيتك وحسيت ان انت بتنفذ حاجه جديده او دخلت على ويب سايت متخصص في التكنولوجيا او بدات تتكلم مع الناس ايه هو الابداع اللي انا اقدر اتكلم عليه، النهارده هتحس ان هي بدايه جديده. وزي ما قلت لكم باذن الله بعد الاستراحه اقول لكم ايه الجهات الدوليه بجانب طبعا شغل المؤسسه العربيه باذن الله ممكن يكون مع الجامعه طبعا الدكتوره جاده والدكتور عبد الله مع الجوائز زميلكم بياكد عليها الجوائز باذن الله نوزعها بعد الجلسه الثانيه. فبفضل الاسئله الثانيه. بس على طريقه التقديم في الفكره، يعني ممكن تقدم باكثر من فكره، وكمان طريقه عرض الفكره ما حدش يتكلم عنها خالص. هو بالنسبه ممكن تقدم اكتر من فكره، بس يعني عشان الناس يفهموا، فانت ممكن تقدم انت قائد فريق في البرنامج وتحط الايميل بتاعك في الفريق الثاني، تبقى انت موجود جوه قائد فريق بس بيسجل واحد من الفرقه، واحد من الفريق بتاعك.
عشان ندي فرصه لاكثر منهم. بالنسبه لطريقه التقديم كنت دخلت على الويب سايت هيبقى مجموعه اسئله هنسالها لك. بدايتها ان احنا نشوف انت فاهم الفكره من المجهود الاقتصادي حتى لو ما كانش انت عندك فكره البيزنس بلان واضحه. ازاي انت هتمشي، هدفع قد ايه، هاخد قد ايه، الاستثمار هيبقى عامل ازاي، الافضل يبقى احنا بس عاوزين نتاكد ان انت فاهم ان الموضوع الاقتصادي شكله عامل ازاي. جاوب على الاسئله دي، لو عندك اتاشمنت او عندك بروتوتايب او عندك ايفن من بعض الدوكيومنتيشن حطها، ما كانش يسيبها واحنا هنكمل معاك. اذا لقينا الفكره فعلا ليها مجهود اقتصادي واضح هنبعت لك انت بص معانا تعالى ندربك بقى على البيزنس بلان او الخطه الاستراتيجيه ازاي تتكتب عشان نخش معانا مرحله ثانيه. طبعا بس هاكد هنا انتوا قدامكم فرصه النهارده انتوا معاكم تولز زي مثلا لو انت عاوز تتعلم اي حاجه دلوقتي في اي مجال، انسى مجالك افتح اطلع او كورس اتفرج على اليوتيوب في اي مجال، اي مجال علم، اي مجال اقرا الافكار الجديده في الصحافه، اسمع الناس الكبار، اقعد جنب ناس كتير اشوف افكارهم ممكن تلقط معاهم فكره، خاصه ان انت لو شفت الدراسه بتقول ان كل يوم بيجيب 2000 فكره في دماغك ممكن واحده منهم تخليهم ياكلوا. مش فاكر فلوس بس هم اللايف بتاعك. شكرا. اتفضل معلش هنا هو احنا كنا قدمنا في المبادره فعلا، بس المشكله في الاسئله يعني بيزنس. انا بتاع اي تي ماليش في البيزنس، انا عندي فكره ماشي بس انا مش بتاع بيزنس، فانا مش هعرف اجاوب على الاسئله اللي انتم بتطلبوها. يعني الاسئله اللي بتقولوا لي ايه وجه الابتكار، ازاي هتصور مشروعك، ازاي الاسئله اللي ما اعرفش اجاوب عليها. انا عندي فكره، عايز ناس هي اللي تبدا مثلا من تجاره او ناس عندها فكره بالموضوع ده هي اللي تجاوب. انا ممكن اشرح الفكره بس لكن الاسئله بالنسبه لانه هو عايز يفهم الفكره منه ليه، لكن انا مش هقدر اوضح له بس وجه الابتكار هو بيزنس. ده شيء طبيعي. يعني مثلا تقولي مثلا مثلا زي ما الجزء اللي الفاينانس قال انا ممكن اقول ان انا في الابتكار ان انا عملت تقليل لتكلفه مثلا منتج معين. تمام؟ فوجه الابتكار لازم انت فاهم انت عملت ايه ابتكار، دي كلمه مش بزنس. النقطه بس الثانيه تيجي سواء طبعا لازم تبقى فاهم انا سواء مين، انا سواء مثلا ناس يبقى عندي فكره لازم تكون بتفكر ايه وقد ما تقدر انت مقتنع بفكرتك ان السوق محتاجها ازاي. انا انت بتعمل مثلا سوفت وير معين، ايه الهدف منه؟ انت بتقولي ايه الهدف منه؟ ايه نقطه الاتفاق دي عين فهم. ده اللي احنا عايزين نتاكد انت فاهم احنا هنحل المشكله المصري فيه. لكن ما تضربناش منك بزنس بلان، لكن بس تقول ايه اللي تعمل المشكله. تمام؟ بس انت حاول. وبعدين يا جماعه بقى لو مش فاهمين الموضوع او عارفين حاسين صعوبه ابعت لنا ايميل على ايميل المسابقه او ايميل info@ascf.net واحنا هنرد 24 ساعه. موبايلاتنا انا شخصيا ممكن اديك موبايل اثنين اللي عنده اي سؤال مهم اقدم اقرا اسئله مره واثنين صدقني الاسئله مش فيها اي سؤال بس اقرا كويس احنا بنتكلم معاك كده فاهمها ازاي الفكره بتاعتك. تمام؟ الموضوع خلينا بس على السؤال بتاع حضرتك. باذن الله ده ممكن يبقى في ورك هنعملها باذن الله مع جمعيه دلتا وبرضه المؤسسه باذن الله العربيه، ان احنا فعلا هنجاوب على ازاي الطالب يأهل نفسه ان هو ازاي يعمل دراسه كده وازاي هو يقدم فيها. المهارات السوفت سكيلز دي هنعملها باذن الله. يعني باذن الله وعدكم مع الدكتور ولما نسمع خش معانا برضه التصفيه انت اول ما تبدا بس تكتبها. زي ما زي ما قلت لي مثلا انا هعمل حاجه هتقلل لي تكلفه استخدام الانترنت بشكل معين او هتصير الكهرباء بشكل معين. بس الفكره كده احنا هنجيبك وندربك على البيزنس بلان. يعني مش عاوزينك تكون بتاع بيزنس دلوقتي. لكن انت حابب يعني انت اول كده تقعد تفكر انا عايز ايه هوفر قد ايه ده او هجيب قد ايه. هي الفكره عندنا في ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هنجزم فيها. طب دي بقى احنا كان كده ممكن ابعت لي ايميل وارد عليك ان شاء الله. طب في حد يا جماعه نتيجه المبادره هتطلع اول فرز اولي بعد احنا نقفل ان شاء الله يوم 31 3. تمام؟ هندي احتمال 5 ايام احتمال نوصل لحد 5/4 ان شاء الله. 5/4 هنقف ونعرض نتائج الفرقه الاولى. مين اللي فاز معانا المرحله الاولى؟ نبعت لهم بقى ان احنا عايزين ندربهم التدريب الاول. وبعد كده هندربهم نقول على كل الفكره بتاعتهم اخبار ايه وهنعمل فرز تاني. فرز بعد كده هنقول على مدرب التدريب الاخراني اللي بحيث تقف تقول انا الفكره بتاعتي يوم ما حطيت انفستمنت غير كذا ده ازاي تستمر في تمرين شركتك او الفكره بتاعتك. تمام؟ ناخد سؤال كمان اخير. السؤال الاخير ده يا جماعه. اتفضل. لا 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 مش مطلوب خالص. لا الاتاتشمنت مطلوب. لا لا مطلوب اختياري. هي اختياري مش عايز تقول لو حطيتها تديني اولويه اكتر. لا لا اطلاقا. احنا بنقيس الفكره
يعني كم من الافكار الناس اللي بتكون عندها افكار مش عارفه توصفها بزنس ممكن تكون مفيده اكتر من واحد عنده اسلوب بزنس معايا. فاحنا حاطين احنا بنقول لك لو انت مش على فكره ما تبقاش مدرس بزنس بلان، ما تبقاش مدرس جارانتي مثلا في هندسه وعامله بروتوتايب عامله اوت عايز توصف كلام فقط. حطي اي حاجه في نص كده عايز تحطيها حطيها، احنا هيبقى على قرايه فكرك انت قادره تفهمي فكرتك ازاي، قادره تكون فكرتك بتحل مشكله لمصر ازاي، مش بس تحل مشكله او توفر فلوس او تغير فكر. فاهمه؟ فاحنا يعني حاولوا وجاوبوا وخدوا اسئله وان شاء الله تكونوا معانا مختلفين وتكونوا انتم من الجدوليه الجايه لمصر باذن الله. طب اتفضل. ممكن بس معايا كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد خليل أستاذ متفرغ في كلية العلوم. مدير مركز رعاية المخترعين والمبدعين بجامعة العلومية. في الواقع أنا بشكركم وبشكر أستاذنا الفاضل اللي شرف مصر يعني البطل الثاني، وبنشكركم جميعا وربنا يبارك فيكم أستاذ الدكتور عبد الله، وبنشكر الدكتور خالد على استعداده والتعاون مع كل الناس. أنا مدير المركز ده مساعد 11 فترة. بس ما نلاقيش مشقة، ما نلاقيش فيه مشقة قبل كده، وبقاله سنتين ما بنشوفش أي مشقة قبل كده. فيسعدني جدا التعاون مع بعضنا. الأخ الفاضل الفلاشة هيعرف عنوان المركز بالإيميل بتاعي والتليفونات، وأول نخدمهم معاكم يعني الإعداديات بنبقى على اتصال، لأن أنا بمثل كل طلبة الجامعة وكل أعضاء التدريس وكل هيئة المعاونة، فدول ممكن نتعاون مع بعض لخدمة الناس. فمشكورين احنا عملنا دلوقتي على الفلاشة ونرقص عليكم مشكورين بيكتبوها بس على اتصال بيه، لأن ما لناش مقر لسه في الجامعة. يعني أنا بتصل بالمخترعين كلية العلوم هنا. دي كلمتي يعني كنت عارف الكلمة دي بس عشان ما نعطيكوش يعني هي فرصة كده يعني انكم بس حابب تعرف العنوان بتاعنا وكل الطلبة كلهم أي مخترع أي باحث أي مبتكر يتصل بيا على العنوان ده هنا هتطلع على الفلاشة دلوقتي، وأنا تحت أمركم في كلية العلوم هنا في الدور الرابع. يشتغلوا في 3 سنين، النهارده وصلوا 800 عندهم بلاد وصلوا ل 3000. كنت قابلت محمد الامين اللي هو مفترض مصري مهندس مصري، وكان هو دلوقتي نائب رئيس الشركه في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا. عندهم بلاد ان المركز دوت يكون ثاني اكبر مركز على مستوى العالم بعد امريكا. اعتقد ان ال سي شركه سواء في الكلاود كمبيوتر او في الداتا او حتى في الداتا اناليسيس مهمه جدا لان النهارده اللي عايز يتكلم النهارده اللي عايز يبحث عن فرص عمل في المستقبل، اللي عايز يتكلم على فرص المستقبل، فال سي من الشركات اللي بتقدم فعلا فرص جدا، سواء ان انت عايز تلتحق فيها او ان انت كمان ان انت تبقى بيونير او ان انت تبقى عندك فعلا مشروعك الخاص. وهنكمل بعد كده باذن الله في بعد الاستراحه هنكمل تفاصيل زي ما وضعتكم لكم ايه الجهات اللي ممكن تقدمها للدعم والتمويل، وايه كمان الحاجات اللي انت مفترض تركز عليها كطالب دلوقتي عشان تلاقي نفسك بزنس بكل سوق العمل. اشكركم. محمد هيتكلم بس. محمد هيقول كلمه وبعد كده هاخد بريك. انا بس عايزه اطمن الناس يعني تقعد ريلاكس شويه ما تعملش دوشه. ماشي؟ البريك فيه للطلاب لو تخرجوا من الباب ده، وفي بريك يسيبوا ضيوف وضعين تدرسوا معاهم من الباب ده عشان بس ما يبقاش فيه قلق. ماشي؟ بعد البريك نص ساعه بس هنبتدي السيشن الثانيه هيبقى فيها عرض المشاريع المتميزه في الجامعه، وبعد كده في سحب على مسابقه وجوائز، وطبعا الساده الضيوف برضه ممكن تسالوهم ونفتح بقى الاسئله عشان لو حد يسال اي اسئله ثانيه للساده الضيوف. دكتور عبد الله مفكر يسلم عليهم الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الحقيقه احب اقول لكم عن سعادتي، وابي هذه السعاده دائما تترجم بنوع من التفجير، زين؟ تفجير ايجابي وليس سلبي. نحن الان نعد الى برنامج
يومي زي الارب ايدل. طيب حاجه ثانيه تجاره علوم كليه الاداب بقى في كليه اداب انت تعرف ان كليه الاداب عندها قسم فيها اسم جرافيك انفورميشن سيستم ده نوع من انواع ايه؟ وعندهم لاب كبير جدا للجهاز. ايه اللي هيبتدي يا جماعه؟ اديكوتني زميلكم اديكوتني هو اللي الفكره بتاعت المشروع بتاعه. اتفضل اسمه. انت جلال؟ دلوقتي ان شاء الله هنعمل اول مشروع معانا. محمد علي السقا علمني حصل على المركز الاول مسابقه هاتف الموبايل. خريج 2014. قبل ما ابتدي اقول لكم يعني ايه علمني واحنا بنعمل ايه، انا عاوز اسالكم سؤال. حد فيكم تخيل ان ممكن يقعد 24 ساعه من غير ما يقرا اي حاجه؟ ما تعرفش تقرا الميل، ما تعرفش تقرا ويب بيج، ما تعرفش تقرا اي ويب سايت، ما تعرفش تقرا اي حاجه. حد فيكم يقدر يتخيلها؟ تخيل كده تصحى الصبح مش عارف تقرا اي حاجه، بتشوف كل حاجه، تسمع ناس بتتكلم عن كل حاجه، وانت نفسك حاسس بالعكس، وانت سنك كبير مش عارف تعمل اي حاجه. حد تخيلها؟ طيب المشكله اللي احنا بنحلها هي الاميه في مصر. مشكله الاميه في مصر مش مقتصره على الدول اللي بره، مقتصره ان هي بتتكلم عن مشكله الايه؟ التكنولوجي، اللي هو الناس ما بتعرفش مثلا تتعامل مع سمارت فون، ما بتعرفش تتعامل مع تابلتس، الكلام ده كله. احنا هنا في مصر مشكله الاميه هي مشكله القراءه والكتابه. مفيش حد فينا بيعرف يقرا ولا يكتب. الناس اللي هم الناس دول بيمثلوا نسبة الأمية في مصر بتمثل 30%، كانت في 2002، في 2007 بقت 30.1%، في 2014 وصلت 26%، النسبة بتقل. طيب عدد الأميين في مصر 26، عدد الأميين في مصر 17 مليون نسمة، عدد الأميين في النساء أو في الإناث بيزيد عن الرجال. طيب تمام. أسباب الأمية بتلخص شوية حاجات. أول حاجة الجهل والفقر وعدم الوعي اللي هم عايزين يتعلموا، او التعليم ده ليه لازمه اصلا. طيب الامي لما بيكبر احنا عاوزين نروح يتعلم اصلا القوميه. طيب ايه كان عيب الكلام ده كله؟ كان اكبر عيب ان هو الحركه، الناس بتتحرك انها تروح اصلا القوميه. كمان دي وقته الامي ده اصلا المفروض ان هو عالم او بيشتغل في ورشه او بيشتغل في مصنع، الكلام ده كله ما كانش عنده وقت يروح اصلا القوميه. طيب الحلول اللي اتقدمت قبل كده كانت عباره عن شويه حلول. اول حل كانت برامج اللي هي محو الأمية، كانت صناعة الحياة بتعمل مع
حكومه في سوق الحريه الكلام ده كله. ودي كانت مشكلتها فعلا اللي هي الناس ما بتروحش عشان الحر بيجي وقت. وصلت نسبه ان 70% من نسبه الاميين بيتسربوا من السوق الحكوميه، وال30% منهم اللي بيكملوا ما بيكملوش للاخر. طيب الحل الثاني اتقدم كان حل الحكومه، كانت بتقدم اللي هو الميديا ليسنس في التي في والكلام ده كله راديو. طيب مشكله الكلام ده كله ما كانش في انتراكشن بين المتلقي وبين المدرس، ما كانش بيعرف يستوعب ايه اللي بيقوله. طيب انا عاوز اعيد الحاجه دي، ما كانش الكلام ده بيحصل. طيب اخر حل اتقدم كان فودافون كانت عامله ابلكيشن اندرويد كان بيحل مشكله الاميه. الابلكيشن ده كان عيبه او اللي هو وجه الفصول حاجتين. اول حاجه كانوا عاملين وورد براندنج اللي هو اصلا كان بس احنا عاوزين نعلن نشتغل ان فودافون بتحل مشكله الاميه. طيب هل اتعملت بالكونت نفسه او بالايز انترفيس او بالكلام ده كله؟ ما كانش الكلام ده كله موجود. هم اعتبروا ان الام ده اصلا بروفيشنال يوزر، ما كانش ما حققش اي نجاح. طيب الحل بتاعنا اسمه اندرويد. هو اندرويد ابلكيشن بيساعد الناس تتعلم الحروف والارقام والضمائر والاسماء الاشاره والمواقف الحياتيه، وبيديهم طبعا اكسرسايز وبيديهم خبره كويسه. طيب المنهج بتاعنا مبني على منهج الهيئه العامه للنحو واللغه والتعليم الكبار، ده منهج طبعا اللي هو اكاديميك بروفايل. وبعدين بدانا نعمل نطور. في معانا سكرين شوتس من الابلكيشن اللي هي على الشمال مكتوب فيها حروف والضمائر واسماء الاشاره. الكلام ده كله كان دي الهوم بيج. بعد كده بندخل على كل حرف بنقدم له شويه حاجات. بنقدم له احنا كل حرف بنقدم له اكتر من حركه. كل حركه زي ما انتم شايفين في هنا الدال مفتوحه، كل حاجه ليها الايكون بتاعتها بحيث انك ممكن تسمع في فويس اوفر، هتضغط عليها هتسمع. تمام؟ بعد كده هتسمع وهتشوف وهتعرف انت بتعمل ايه بالظبط وانت فين هنا. تمام؟ دي اول حاجه، دي الحروف. اللي بعد كده الضمائر، بعد كده الاوراق اللي هو بتتكلم عن بطاقه وشهاده الميلاد والكلام ده كله. حاولنا نعمل شويه حاجات، نوفر الامثله، نخليه كلرفول، نخليه مور موتيفيشنال. اللي هو في اخر حاجه في شهاده الميلاد بيقول له لما بيجي يضغط على شهاده الميلاد بيقول له ايه؟ بيقول له شهاده الميلاد ولادك تستحق منك ان تتعلم وتقرا. اللي هو انت مش بتتعلم عشان تتعلم، انت بتتعلم عشان انت وعيلتك. تمام؟ هي قدامك كتير. احنا اتكلمنا عن المنافسين اللي هم الفودافون والميديا ليسنس والسوق الاميه، واتكلمنا تقريبا عن الكومبيتيشن جريد اللي هو ايه اللي بيميزنا. طيب احنا كنا مشروع تخرج هنا مع دكتور اسامه، كان ليه فضل كبير جدا في انه يشرف علينا، وكان يوم مناقشه التخرج بتاعتنا كان يوم عظيم جدا، كنا كلنا مبسوطين. بعد كده رحنا قدمنا في مسابقه في من الهندسه المصري، ما خدناش اي مركز. رحنا تاني ملتقى في جامعه القاهره، ما خدناش اي مركز، مع تحفظي ان اللي كان بيحكم عليا كان دكتور الفيزياء، ما كانش ليه علاقه بالاندرويد، كان شايف التابلت معايا يقول لي الله ايه ده؟ تمام. الحاجه الجميله حد فيكم سمع عن تيك تكنولوجي انوفيشن كنترول سنتر؟ تمام. تيك ديت مؤسسه مبنيه الانفستمنت جايبها من وزاره الاستثمار ووزاره الاتصالات. احنا رحنا هناك قعدنا 3 ايام نشتغل وعلى الابلكيشن، وبعد كده اكتشفنا ان احنا خدنا مركز اول هناك. ودي كانت الجادج كان فيه 3، الدكتوره رشا اللي هي المانجر بتاع التيم، وكان في حد من الويب بي، وكان في حد ثالث اللي هو التكنيكال كان جاي من شركه تقريبا والله اعلم انسى شويه حاجه زي كده. فهم الثلاثه كان في واحد بيتكلم بيسالنا بيزنس، والثاني بيسالنا تكنيكال، والثالث بيسالنا في اللي هو الايه السوشيال اللي هو الانطباع اللي هيجي على البلد من حاجه زي كده. بس الحاجه اللي بعد كده لما كملنا انا بس ده 60 ثانيه 30 ثانيه. لما كملنا فيك احنا خدنا الفيرست بليس، خدنا اكسلريشن بروجرام. الاكسلريشن بروجرام علمونا يعني ايه بزنس، علمونا يعني ايه ماركتنج، علمونا يعني ايه انت ممكن تعمل فكره من فكره لحاجه ابليكابل، حاجه في ايدك ممكن تشتغل بيها. تمام. الحاجه الاخيره اللي انا كنت عاوز اتكلم عنها مش هتكلم عنها، اللي هو ازاي انت تتكلم في مشروع تخرجك، بس ما فيش وقت. واشكركم شكرا يا علي. احنا دلوقتي اللي هي الخطوه اللي احنا ماشيين فيها ان احنا في انجاز ايجيبت انكيوبيتد، كنا 120 فريق بقينا 30 فريق ومكملين، فدعواتكم لينا.
دلوقتي ان شاء الله رضوى ابراهيم خط انتاج ذكي فود مصري حصل على افضل مشروع في مجال الطاقه والتحكم في يوم الهندسه المصري. ازيكم؟ انا عارفه ان انتوا زهقتوا يعني، بس ان شاء الله مش هطول. في البدايه المشروع بتاعنا خط انتاج ذكي اسمه انتليجنت برودكشن لاين ايجيبشن بي. فول مصري ده بنت للمشروع. المشروع بتاعنا بيعمل ايه؟ بيحل المشاكل الموجوده في المصانع المصريه بس منتجات غذائيه. فول، بسله، فاصوليا، لوبيا، اي منتج غذائي. في نفس الوقت هدفنا ان احنا نحول المصانع اللي هي فيها مانيوال او نص اوتوماتيك لاوتوماتيك كامل. ليه اوتوماتيك كامل وهنستغنى عن العامل البشري؟ لان المصانع المنتجات الغذائيه بيبقى فيها ضغط وحراره وفايبريشن، ده بيأثر على صحه العامل البشري. ايه المشاكل الموجوده في المصانع المصريه وفرقت معانا احنا كمشروع وخد المكانه اللي هو وصل لها؟ المشاكل الموجوده في المصانع المصريه لما تدخل اي مصنع بتلاقي خط الانتاج بالطول، يعني حاجه طوليه، في سيول كتير، لو حصل اي فولت او ايرور بيبقى صعب ان انت توصل له، وفي اغلب الاوقات بيشيل الجزء دوت ويعمل ايه؟ يجيب عامل بشري يستخدم الحاجه دي. يعني انا شلت الحاجه الاوتوماتيك عشان باظت ما عرفتش اوصل لها او اصلحها بعمل بشري، وده غلط طبعا، بيكلف عليا. في نفس الوقت احنا استخدمنا تكنولوجيا موجوده في الصناعه بس مش موجوده في مصر. ايه هي التكنولوجيا اللي مش موجوده في الصناعه؟ في الاخر خالص بعد المنتج بتاعك ما يتحل محتاج ايه؟ انا اشوفه سليم ولا مش سليم. استخدمنا تكنولوجيا ايمج بروسيس، لو في ناس تسمع عنها يعني. تمام؟ الايمج بروسيس ما فيهاش عامل بشري، انا باخد صوره بالبرمجه بتقول لي الحاجه دي سليمه بنسبه كذا او مش سليمه. خلاص سليمه هتروح في الجهه دي، مش سليمه هتروح في جهه ثانيه. المصانع برضه بتستخدم طريقه الليزر، والليزر بيأثر على صحه العامل البشري بس بعد كده، لان انا بتكلم في نقطه ايه؟ منتجات غذائيه. وكمان مكلف عن ايمج بروسيس، وفي نفس الوقت انا مش محتاجه عامل بشري يشوف لي، اكيد هيبقى في نسبه ايرور. طيب انا البروجكت بتاعي ايه الفرق بينه وبين المشروع الثاني؟ التصميم بتاعه مش موجود في مصر. يعني ايه مش موجود في مصر؟ شفنا المصانع اللي موجوده بره، خدنا التصميم بتاعها وعدلنا عليه بما يناسب الرقم بتاعنا. طب عملنا ايه بقى شكل التصميم؟ عملنا نظام روتري تيبل، يعني اي مرحله عندي هتتم في المصنع هتتم على صينيه دواره زي دي، مفيش اي حاجه طوليه، مفيش اي عامل بشري موجود في المصنع. من بدايه دخول العلب اللي انا احط فيها الفول او البسله او الفاصوليا المنتج بتاعي والاكسسوارز بتاعتي، واقفل العلبه واشوفها سليمه ولا مش سليمه. طب انا استخدمت حاجه كمان HMI او سكانر لو تسمعوا عنها. طب هي ايه؟ ان انا ابقى موجوده في المصنع بس مش قدام خط الانتاج، في مكان تاني او في مصنع تاني، واتابع العمليه الانتاجيه بتاعتي، والايرور او الفولت هيجي لي على الشاشه اللي قدامي او على الموبايل. في نفس الوقت عملنا اكسس بوينت، لو انا موجوده في مكان بعيد قوي بالاكسس بوينت دي هتحكم في البرودكشن لاين بتاعي. تمام؟ ده شكل البروتوتايب بتاعنا. طيب المشروع شارك في ايه؟ شارك في بريتشر لاب في الجامعه الامريكيه، وفي وركس، وفي نوبل مصر، وخد جايزه فاليبل في معرض التحكم برعايه مولي النخيلي وجوجل، وخد افضل مشروع في مجال الطاقه والتحكم في يوم الهندسه المصري، وشارك في حاجات كتير زي مؤتمر مصري تستطيع وايفنت اسره ليدر. المشروع كمان احنا بنطور فيه، يعني مش ساكتين. يعني ايه مش ساكتين؟ بدل ما المصانع شغاله عادي بالكهرباء، احنا دلوقتي طاقه متجدده هنشغل بيها اي مصنع والبروتوتايب بتاعنا. في نفس الوقت احنا وصلنا لمصانع واتفقنا معاهم، وفي مصانع ابتدت تغير في نفسها بدون ذكر اسماء، مصنع في دمياط. ان المشروع بتاعي ده ما فيهوش اي عامل بشري، كله شغال اوتوماتيك، العامل البشري بيحصل عنه كله. ان هو ذكي من غير اي تدخل عامل بشري، شغال اوتوماتيك.
هتعملي ايه؟ تمام، احنا مش عاملين موبايل بس، عاملين لو انا فاتحه نت او موبايل او قدامي HDMI، يعني هي شاشه موجوده على المراحل بتاعتي، كل دي في نفس الوقت، استحاله يعني ان انا ابقى بعيد. طب انت وصلت له المسج ان تايم يعني ما بين التايم مكالمه تليفون، لا اما انا مكالمه تليفون لاقرب واحد موجود في المكان، لا اما انا لو قريب من المكان هروح اظبطها. يعني في سوشيال مان موجوده عندك مثلا تجيبي الشورت السواس اللي فيها النود او فيها الشخص الاول عشان يبلغ، ولا هو واحد يكون ممكن موجود مثلا بعد المصنع كده بنص كيلو؟ لا هيبقى في حد موجود، احنا عاملين المصنع هيبقى فيه 3 عمال بس. يعني هي الفكره في حد ذاتها جميله، يعني حته الانفكشن بتيجي من عمليه بنتكلم عن ماشين، بنتكلم عن ماشين بتلاقي ذهن وازاي فيجوالايز وبيشوف الحاجات دي بتندرج تحت الايه؟ الانفكشن. هي فكره الايه؟ السيستم يبقى هو نسميه بقى ايه؟ اوتوميتد سيستم. ماشي؟ لان انت ما تعرفيش بقى حته الايه؟ الشمالي على مصنع عربيات، انت عارف لو قعدت سنه لو في ايرور الروبوتك بيطلع ويخرج ده انت هتبوظ سنين في حوالي 1000 عربيه في 3 دقايق. المشروع برضه اختار ان هو يسافر جنيف في معرض الابتكارات من 15 ل 19/4. في ناس متابعه على المشروع برضه تم نشره في 10 مواقع الكترونيه و10 جرايد، وبدون ذكر اسماء او ممكن اجيبهم كده سريع. دلوقتي ان شاء الله محمد يونس، انتاج وقود هيدروجيني، هندسه في العراق. المشروع بتاعنا هو هيدروجين برودكشن فور موتور يوزنج سولار انرجي. المشروع ده انتاج وقود هيدروجيني بديل الوقود الحفري الموجود عندنا دلوقتي باستخدام الميه واستخدام السولار انرجي. دي كلها رينيوبل انرجي، طاقه متجدده. الكليه بتدعم المشاريع مشاريع الطاقه المتجدده في الفتره دي عشان مشكله الطاقه اللي عندنا. احنا عندنا مشاكل كتير جدا في الطاقه الموجوده، سواء اذا كان فوزل او وقود حفري او اذا كانت النقل بتاعها او اذا كانت الكهرباء في الباور بلانتس بتاعتنا. طيب تمام. ليه ندعم الطاقه المتجدده عندنا؟ بسبب زياده نسبه يعني جلوبال وورمنج والاير بوليوشن عندنا كتير جدا. يعني عندنا في النسبه مثلا وصلت 2 و5 مثلا في 2010 اللي فات ده CO2. تمام. دي كلها حاجات بتضر الارض جدا، بتساعد تزيد درجه الحراره بتاعتنا بتاعت سطح الارض، تخلق مشاكل كتير جدا عندنا. ده ابستراكت عن المشروع بطريقه بسيطه جدا. المشروع بتاعنا هو عباره عن سولار بانلز، هناخد منها طاقه شمسيه او هناخد منها الطاقه الحراره اللي ناتجه من الشمس، تولد دي بنولد منها طاقه كهربيه تدخل على ميه، تحلل الميه دي للعنصرين الاساسيين ليها هيدروجين واكسجين. تمام. الهيدروجين ده بنستخدمه احنا كوقود بديل للوقود الحفري، يعني ممكن حضرتك تولع بيه او يعني البوتاجاز حتى بتاعك. احنا بنستخدمه في العربيات، بنستخدمه في الايربلين اللي هو الطيارات، بنستخدمه في الروكتس. الناس بتستخدمه من زمان جدا. ليه هيدروجين عندنا هنا؟ ايه هو الهيدروجين اصلا؟ ده ابسط عنصر على وجه الارض تقريبا، هو الكترون واحد. تمام. احنا ممكن نستخدمه في الفيول سيلز اللي هي بتشتغل بيها عربيات كومباشن انجن، اللي هو محركات العربيات عندنا. تمام. العوادم اللي بتطلع منه كلها هي بيور ووتر، يعني ميه ريتول، ممكن تقدر تشربها عادي، مفيش فيها مشكله. ليه برضه اخترنا الهيدروجين عندنا في الكليه؟ لانه ممكن ننتجه بطرق كتير جدا، منها البايو ماس اللي هو الجاربج والحاجات الكيميكال الثانيه.
في كذا طريقه عندنا، بس احنا اخترنا الطريقه اللي هو عليها الدايره دي. احنا هنستخدم السولار بانلز، بعدين منها الكتريستي، بعدين منها الكترولايز، وبعدين الهيدروجين. ليه برضه هو هيدروجين؟ عشان في 200 طريقه ممكن نجيب منها الهيدروجين بسهوله جدا. احنا هنستخدم منها، احنا مثلا عندنا هنا تحليل الكهربائي للميه. ليه برضه الهيدروجين؟ لانه كميه الطاقه اللي طالعه منه حضراتكم بصوا هي مثلا من اول الخشب لحد الميزان، الطاقه اللي طالعه منه بالكيلو جول على الجرام. مثلا الميزان 60، احنا عندنا 140، يعني كم صغير جدا يقدر يعوضك عن كم كبير من الميزان ومشتقاته يعني او الحاجات الشبيهه دي. برضه عندنا هنا ليه الامبورتنس بتاع الهيدروجين بتاعتنا؟ عشان هو هيعمل لنا تامين الطاقه لمسافات كبيره جدا. يعني ما عندناش تبعيه لدول بتصدر التكنولوجيا دي، احنا عايزين نبقى بدري فيها عشان نقدر احنا يعني تبقى عندنا بسعر اقل، ما نقدرش نستوردها بعد كده باضعاف الاسعار. التكنولوجيا بتاعتها محتاجه دعم كبير جدا جدا جدا. تمام؟ ليه برضه الهيدروجين او ليه الطاقه دي؟ انه سهل عندنا بيستخدم عندنا في الترانسبورتيشن اللي هو وسائل المواصلات والبيلدينجز. احنا عندنا بنستخدمه في وسائل المواصلات، بنستخدمه في الحاجات بتاعت المباني، امداد المباني الموجوده عندك في البيت او المصانع او الاستثمارات بالطاقه في اي حاجه من الحاجات دي. برضه بنأكد يعني انه كل الطرق اللي موجوده دي اذا كان بتستخدم منه انت ممكن تنتجه حتى من الوقود الحفري الموجود زي الميثان او حتى النيوكلير الكتريك او الوايند او الهيدرو او السولار، اي حتى بننتجه من الوقود الحفري اللي هو زي الكول اللي هو الفحم او الغاز الطبيعي، ننتجه من كل الحاجات دي. اكتر حاجه متاحه عندك وتقدر تنتجه بسهوله جدا. ازاي؟ ليه هو برضه هيدروجين مثلا مش طاقه نوويه مثلا؟ لانه سهل ان انت تخزنه، سهل انك تنقله بسهوله جدا، تنقله ماشي، سهل ان انت تخزنه، سهل ان انت تخزنه، سهل ان انت تنقله اذا كان ليكويد او كومبريت غاز. احنا بنستخدم، هو فعلا بيستخدم في محركات وجدت بتستخدم الهيدروجين من 1965، وفي بي ام دبليو وهوندا السنه دي او سنه 2015 فيها محطه او خط انتاج كامل عربيات تشتغل بالوقود الهيدروجيني. هو برضه بنتكلم عنه هو ليه؟ لانه هو ما فيهوش فيه اي اضرار، بيقلل الجرين هاوس جاز، بيعمل تمام. الويست بتاعه اللي بيطلع من عندك هنا اللي هو الميه البيور اللي انت ممكن تشربها اصلا، ما فيهوش اي ضرر للبيئه. ليه بنستخدم في الانتاج الهيدروجين الطاقه الشمسيه؟ لان الطاقه الشمسيه اكثر طاقه دلوقتي متجدده، فيها ابحاث كتير جدا قللت التكلفه، لانها توصل تكلفه الكيلو وات الواحد في 2014 ممكن توصل ل $3. كانت الاول فعلا دلوقتي في مصر التكلفه بتاعتها حوالي $10 الكيلو وات الواحد. ليه برضه بنستخدم ليه عايزين ندعم المشروع بتاعنا؟ لانه في ال 20 و30 سنه الجايين كلهم مش هيبقى في عندنا تقريبا طاقه بديله تقدر تمشي بيها العربيه بتاعتك او تستخدمها في اي حاجه غير الهيدروجين، لانه الكهرباء صعب تمشي مثلا عربيه 300 ميل او زياده. الهيدروجين مثلا بنستخدمه كمان انه هيدعم فكره انشاء صناعات جديده في الوقت القادم. شكرا لكم جدا. دلوقتي مشروع اوتوماتيك رادار احمد شعيب، المشروع مخطط من افضل 5 مشاريع تخرج في مؤتمر جامعه اسوان في الاربعه حسابات معلومات. السلام عليكم.
أول ما أعرف نفسي أنا أحمد غفار شعيب فرقة رابعة حاسبات IT. في نص السنة كان في مؤتمر اسمه مؤتمر جامعة أسوان لشباب الباحثين. الكلية عندنا قدمت ب7 مشاريع، كلية حاسبات الجامعة كلها قدمت 7 مشاريع، كلية حاسبات كان فيها 3. الحمد لله قدرنا نحقق المركز الأول على مستوى الجامعات. كان مشارك فيها أكثر من 200 جامعة، من 20 جامعة على مستوى الجمهورية. كانوا أكثر من 200 باحث اتصنفوا بعد كده أو اختاروا منهم 130، وبعد كده خدوا 130 70 عشان يروحوا يمثلوا المشروع بتاعهم في أسوان. المشروع بتاعنا تحت إشراف دكتورة نورة. دكتورة نورة مش مجرد دكتور بيشرف على الدكتور وخلاص، مش بيشرف على المشروع، لا دكتورة نورة على طول بتدعمك في الأمام، دايما بتحب التميز لأن هي أصلا متميزة. المشروع أولا بداية كده، حد شاف الرادار قبل كده؟ رادار. طيب ده شكل الرادار. الرادار بيشتغل بيرد الصورة، بعد كده في أمين شرطة أو راجل قاعد على الرادار بيكبر الصورة حوالي 400% زوم، وبعد كده ياخد نمرة العربية ويبلغ بيها المرور أو أي حاجة تانية. طيب أنا قلت ليه ما خليش الرادار أوتوماتيك لوحده ياخد النمرة ويبعتها على المرور أوتوماتيك؟ طيب دي كانت الفكرة. طبعا النمرة بتاعت مصر النمرة زي ما احنا شايفين حروف وارقام مع بعض. طيب ده شكل الرادار برضه. المراحل اللي مشيت فيها خدت صورة عملت عليها بروسيسنج، بعد كده عملت طلعت اللوحة مش تراكشن، وبعد كده عملت كاركتر سيجمنتيشن حطيت كاركتر لوحده، وبعد كده عملت كاركتر ريكوجنيشن. طيب دي بعض المراحل برضه مشيت فيها. كل المشروع بتاعي ماتلاب، لغة ماتلاب. دي المراحل مشيت فيها، عملت HCP، عملت ريكوجن ريليشن الكلام ده كله. طيب دي بعض المراحل. دي بعض الصور والنتائج اللي طلعت بالصور المراحل كلها. بعد كده تعرف الكاركتر بس طلعته في داتابيز. بعد كده المرحله اللي هي اشتغل على المرور على طول او بدا بالكمين بعد كده. طيب دي كلها صور عملنا صبح وليل وظهر وعصر وبالليل وكل الاوقات، جربنا كل الصور دي كلها نتائج. برضه لو الصوره فيها مايله شويه الموضوع ماشي معايا مفيش مشكله. تمام دي كلها. دي هنا وقتك بالليل. طيب الفيوتشر ورك بتاعي بدل ما اشتغل على صوره لا انا هشتغل فيديو. ممكن اطلع الصوره رقم العربيه من فيديو على طول، مش صوره بس مش صوره بس. طيب محتاج ايه؟ بالليل الرادار بيشتغل على فلاش، تلاقي دايما السواقين بيقلبوا لبعض النور، ما حدش حد السرعه، ما حدش شايف رادار وكده. لا انا اشتغل على الكاميرا انفراريد تحت الحمراء، تلقط الصوره تحت الحمراء بحيث ما تبينش لحد ان في رادار او حاجه منه. شكرا. بيشوفوا امين الشرطه او اي حد واقف جنبه بالليل بيبان الفلاش بتاعه. عاوزك توصل تمام تمام. هي الفكره ايه؟ انت بتعمل واخد بالك تكتب بقى ايه ماشي وعرفت بعد صح؟ هي دي يعني ده فريق يعني تعرف الطبيعه لو انت تعمل برزنتيشن الاثنين محدش عارف يعني ايه او الفورم واخد بالك انت بتتكلم عليه، فلازم تتعلم توصل فين؟ دلوقتي ان شاء الله مشروع الحاسه السادسه محمد عبد المعطي عبد الرحمن حسابات ومعلومات.
6 سنس، بمعنى الحاسه السادسه. حد تخيل قبل كده ان ممكن يبقى ليه اي حاسه سادسه؟ طب تخيلتوا ان هي ممكن تبقى ايه؟ بص لسه هو عموما انا والتيم بتاعي فكرنا ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده تخدم الانسان. ففكرنا ان احنا نخليه يتحكم في الورد اللي حواليه كل حركه من ايديه او فويس كوماند منه. فده فكره المشروع بتاعنا. فالمفروض ان احنا سميناه باسم الحاسه السادسه لان هو بياخد كل الحاجات اللي انا عاوزها وبينفذها بمجرد ان انا قاعد في مكاني بس، وان انا بتكلم او ان انا بحرك ايديا. فده سبب التسميه بتاعتنا. البيربسز بتاعت المشروع بتاعنا احنا بنتارجت اكتر من حاجه، بس اهم حاجه عندنا هي الديسيبل بيبل. بمعنى ان انا بوفر للانسان المعاق اللي مش قادر يتحرك ان هو يقدر يتحكم في الحاجه اللي حواليه من غير ما يتحرك او من غير اي جهد منه. بوفر له ده ازاي؟ هنعرفه بعدين مش الوقت بتاعنا. بس انا بستخدمه كمان في السكيورتي، بمعنى ان انا بخلي الشخص ده بيبقى قاعد مطمن وهو قاعد في المكان اللي هو فيه. يعني عايز يعرف مين موجود معاه، عايز يفتح الباب، عايز يقفل الباب، عايز يعمل اي حاجه بيعملها هو في مكانه من غير اي حاجه. في بيربسز ثانيه ممكن نستخدمها معانا زي اللاكشري والانترتينمنت، بس هو احنا المين تارجت بتاعنا اللي هو هيلبي ديسيبل بيبل. المفروض ان اليوزرز والبليسز اللي عندنا المشروع بتاعنا لكل الناس، مش لحد معين، بس في ناس معينه هتستفيد بيه اكتر من الناس الثانيه. زي ما قلت ان هم الديسيبل بيبل والناس المعاقين هم اكتر ناس هيستخدموا المشروع ده، بس ممكن اي حد يستخدمه، الالدرز، التشيلدرن، ممكن يستخدمه في اي مكان، يستخدمه في البيت، في المستشفى، في كومباني، في بنوك، في اماكن كتير. مش مطبق هو ده الفكره. وعند كل الزملاء بلاش ذوي القطاعات، ذوي الاحتياجات الخاصه دي، ذوي القدرات الخاصه. يعني من فضلكم كلكم استخدموا التعبير ده، ذوي القدرات والله فعلا دول الناس دول ربنا وهيبهم حاجات احنا ما نقدرش نعملها، فمن فضلك بس استخدموا فعلا ذوي القدرات الخاصه. خلاص اوكي. هو الموضوع بتاعنا ان انا بستخدم التكنولوجيز اللي عندي اللي هو الموشن سنسنج والتكنولوجي بتاعت الريفرس انجينيرنج والمايكرو كنترول. بمعنى دي اللي انا مركبهم مع بعضهم كلهم وعامل بيهم المشروع. اللي هيشرح التكنولوجي دي هو زميلي، بس انا هوضح حاجه. المشروع بتاعنا فيه مالتي ايجنت، بمعنى ان انا ممكن لو انسان ذوي قدرات خاصه مش بيعرف يعمل اي حاجه خالص، ممكن مجرد ان انا اشوف الفيس بتاعه اعمل تكييف للوضع اللي حواليه بالنسبه للحاجات الرغبات اللي هو هيبقى محتاجها. واللي هيوضح كده اكتر زميلنا محمد صحيح. دلوقتي هنتكلم عن التكنولوجيز او المشروع بس دلوقتي هو احنا طبقنا تارجتنا اكتر من فئه بالذات الديزاين اليوم. احنا استخدمنا الكونكت بروجرامينج وجهاز كونكت بحيث ان احنا مثلا دلوقتي انا قاعد في مكان مثلا زي البيت وليكن الديزاين ده قاعد في البيت مثلا، بحرك واحده من ايديه او الفويس كنترول بتاعه ممكن اقدر ان انا مثلا اخد الامر بتاعه هو عايز يعمل ايه، افتح الباب، اشوف الباب. احنا ممكن نطبقه في كذا مكان، بس احنا عملنا المكتب بتاعنا وشغالين فيه دلوقتي على هوم. مثلا دلوقتي انا واحد ما بعرفش اتحرك او عندي قدرات خاصه، انا عايز افتح الباب، عايز اشوف مين اللي داخل، عايز اي مراقبه، اي تكييف، اي تلفزيون، اي حاجه انا عايزها. تمام. فده التكنولوجيا اللي احنا استخدمناها المايكرو كنترولر، الريفرس انجينيرنج دي هنستخدمها او يعني هنشرحها دلوقتي استخدمناها ازاي، والموشن سنسنج والكونكت. بالنسبه للكومبوننت بتاعتنا اللي احنا طبقناها في المكتب بتاعنا، بالنسبه للهاردوير استخدمنا الاردوينو عشان اقدر اعمل كنترول على السنسور، اعمل كنترول على الموتورز، اعمل كنترول على الديجيتال فريم اللي هي مثلا انا بتكلم مش كشغل ماكت. انما في الحاله العمليه انا ممكن اقدر اتحكم في اي جهاز دي سي حواليا. بالنسبه للسنسور هنستخدم التمبريتشر سنسور، الموشن سنسور. لو الموشن سنسور ده انا عامله كنوع من السكيورتي، مثلا انا بره البيت اقدر ان انا اي حد يتحرك يظهر لي الارم عندي، يظهر للي في البيت ذات نفسهم الارم. اي حاجه يعني اي حاجه ممكن تتحرك في البيت انا مش عارف كده دي بالموشن سنسور هعملها. الموتور استخدمته في باب الشباك، اي حاجه برضه باب مثلا لو فيلا
الاي ار سنتر والريسيفر هستخدمه في ريفرس انجينيرنج. دلوقتي انا مثلا شاشه انا عايز اجيب الاكواد بتاعتها دي، انا استخدمتها ان انا ريفرس انجينيرنج جبت الكود بتاعها، وبالتالي انا بقى حركه كليك تمام، انا مثلا اوبن انا كده بقى حركه الايد. خلاص ماشي. بالنسبه للسوفت وير كده بروجرام سي شارب والفويس كنترول، انا مثلا كوماند افتح الباب اقفل الباب اي كوماند مستنيه مني ان انا اعرف انفذه. البروتوتايب احنا شغالين فيه دلوقتي. طب ماشي خفيف، احنا قلنا حضرتك كلام بالنسبه ليه بالظبط يعمل ايه؟ عايز انا ممكن فويس كوماند مش لازم، احنا مش شغالين معانا فويس كوماند بيتكلم ازاي؟ لا مش كده، ده بيرهب دلوقتي ان شاء الله احمد محمد ابراهيم عبد الرسول باور سيستم فولت ديكشن يوزنج يو اي بي اللي هو طياره بدون طياره هندسه شبيه. السلام عليكم. اولا احنا الفريق بتاعنا قسم كهرباء اكتر قسم سمعته باظت من السنين اللي فاتت بسبب الكهرباء اللي ما بتجيش. فاحنا بنحاول في المشاريع الجديده ان احنا نطور النظام بتاعنا بحيث ان هو يكون مور ستيبل، بحيث ان الكهرباء ما تقطعش. في طرق كتير قوي للتوليد احسن وانضف بحيث ان احنا يكون عندنا طاقه كويسه نقدر نعتمد عليها، ولكن النظام في اي حته، نظام الكهرباء في اي حته بيعتمد على اربع فواصل: التوليد والتوزيع والنقل. النقل عندنا هنا في مصر بيتم باستخدام ابراج الضغط العالي. ابراج الضغط العالي مغطيه مساحه شاسعه جدا، وصعب المهندسين يعملوا عليها سيرفي بحيث ان هم يشوفوا الاخطاء والاعطال اللي بتحصل دايما في العوازل اللي هي اهم جزء في الضغط العالي. فمن هنا جت المشكله، انت ازاي هتعمل مسح حراري اللي هو اكتر مسح بيبين اخطاء الضغط العالي بسرعه وبكفاءه، بحيث انت تقدر تتوقع الاعطال قبل ما تحصل عشان تضمن استمراريه النظام. ومن هنا جت فكره بسيطه خالص، ان بدل ما المهندسين يستخدموا كاميرات عاليه التقنيه وغاليه جدا وتكلف وسائل نقل ومبالغ طائله عشان يتنقل ويصور العوازل، لا احنا ممكن نستخدم طياره صغيره ممكن تتحرك باستخدام الجي بي اس ذكيه، تقدر تفهم المحيط اللي حواليها وتقدر تشيل الكاميرا اللي تقدر تصور العوازل، وهي ما تضطرش من الضغط العالي، لا ده هي ممكن كمان تولد كهرباء من الضغط اللي هو المجال المحيط بيها، بحيث انها تستمر اطول فتره ممكنه. حلو؟ لا مش حلو. المشروع حاليا دخل في حيز الشغل، خلصنا منه اجزاء كبيره، مش عايز اكتر بس في المعلومات التكنيكال والحاجات دي العوازل اللي بيحصل لها بريك داون، والحراره هي افضل نظام ممكن اكشف فيه. في الاخر خالص احنا صنعنا بالفعل الطياره. دي الكاميرا الحراريه اللي بيستخدموها عشان يكشفوا على العوازل، ودي غاليه جدا. احنا معانا دكتور اشرف زين الدين ومعانا الصف في مجال القوى الكهربائيه بس الضغط العالي. لا ما احنا شغالين نفسنا. السنه الكاميرا احنا عندنا خلينا الطيارات بتاعتنا هيفي ديوتي، انها تقدر تشيل وزن الكاميرا اللي تقدر تيجي بعد كده. اما السيرمال ما اشتغلناش فيه. اهم مشكله قابلتنا، اهم مشكله يا جماعه بتقابل الطياره او اي روبوت ان انت تدخله الضغط العالي. اي حد فينا ممكن يكون اتكهرب قبل كده اكيد يعني،
تخيل بقى الكهرباء اللي في البيت 220 فولت، العازل بيبقى محطوط عليه جهد 220 كيلو فولت او 500 كيلو فولت. فالمجال المصاحب للجهد ده عالي جدا لو بيدمر اي جهاز. فده كان هو التحدي. صناعه الطياره مش التحدي، لا، عن كيفيه عزلها وانها تتحرك وانها تقدر تشوف العازل والصور الحراريه، تطلب منها لو انت عايز المعلومات الصور الحراريه دي يكون فيها داتا كوميونيكيشن معاها، انها تتصل بمركز ثابت انها تنقل المعلومات دي، بحيث ان المهندس بدل ما يبذل وقت وفلوس ومجهود ضخم جدا، لا، مجرد ان الروبوت ده هيمسح لك خط ضخم جدا بسرعه جدا بكفاءه عاليه. انا ممكن كمهندس اعرف العازل قبل ما يبوظ، او ممكن اوجه فريق الصيانه او فريق التنظيف ان هو يروح ينظف العازل او ينظف البرج ده قبل ما يحصل، وده ضمان الاستمراريه. اخر سلايد معانا اللي هو الطياره. الطياره خلصت. عملت السيستم بتاع السكريننج او السكاننج بتاع كلها خلصت على الجواز. اول حاجه الطياره خلصت والفيديو موجود منها بكتير كار سي. انا موجوده هنا الفيديو. لا هي للاسف احنا عرفنا ان بالميعاد ده قريب قوي في الخميس. الطياره اصلا الطياره اتعملت كامله ممكن اتحكم فيها كار سي سيستم، وبعد كده بقت لها جي بي في انها تتحرك بنقط GPS محدده، تاخد ميشن تروح وتيجي تاني. الهيفي ديوتي انها تقدر تشيل حد 6 كيلو، تقدر تحط فيها كاميرا من تحت، تقدر تصور العوازل. وده حصل فعلا، احنا حطينا كاميرا عاديه موبايل وحاجات اتقل، صورت ورجعت بامان. السيرما غالي قوي، اقل الكاميرا فلاير ب 30,000 جنيه، احنا ما نقدرش نعملها. فانا اعمل ايه؟ اوصل السيستم اللي يخش ضغط العالي بس. دي كانت اصعب مشكله اصلا، ان ادخل روبوت هدف عالي. دي الصعوبه كلها. بيتوع بقى حاسبات يساعدوك. السيرمال الفلاير احنا عايزين نسمع ابلكيشن اصلا معانا اصلا يعني، بس معلش الكهرباء يعني. دلوقتي معانا مشروع محمد السيد علي مصطفى، روبوت متحرك صناعي متعدد الاغراض، هندسه شبين قسم كهرباء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا الفكره جت ان احنا قعدنا نكتب ورك مع بعضنا، فكرنا يعني بصينا للتطور اللي هو التصميم والصناعه وكده، خصوصا صناعه السيارات بالذات. فقلنا ليه يعني اشمعنى هم يوصلوا للدرجه دي واحنا لسه هنا في مجال الابحاث والحاجات لسه كل الكلام ده صغير. ليه احنا هل هم اكفأ مننا او هم عندهم علم او عندهم ذكاء اكتر مننا عشان يعملوا حاجه احنا مش قادرين نعملها؟ كان ده الدافع الاساسي اللي دفعنا ان احنا نفكر نعمل مشروع زي ده. صراحه الفكره دي مستوحاه من مصانع السيارات اللي هي موجوده في اليابان. عندهم عاملين نظام عربيه كهربائيه دي بتحمل شغاله في مصانع التصنيع بتاعت العربيات نفسها، بتشيل اوزان عاليه جدا، ورغم ذلك بتمشي في اماكن محدده المفروض ان هي مرسومه اساسا قبل كده من مرحله لمرحله. بيبداوا يحملوا عليها اوزان عاليه جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين شغل اساسا الروبوت والانسان الالي في الصناعه عموما ده بيبقى مدي كفاءه اعلى، لانه احتماليه الخطا فيه قليله جدا، وكمان ما بتاثرش الحاله المزاجيه للعامل اللي هو واقف في المصنع ده. عشان كده احنا فكرنا نعمل روبوت ليه 3 اهداف زي ما احنا شايفين كده. الهدف الاول ان هو يكون متبع لمسار معين انا هحسبه له او هحدده له في مصنع، داخل المصنع اللي هو يؤدي وظيفه معينه، هيشيل منتج من مكان معين ينقله لمكان تاني. الوظيفه الثانيه ان هو يقدر ان هو يشيل المنتج ده بنفسه ويحمله على نفسه ويوديه للمكان اللي هو المفروض هيروح يركبه فيه او يحطه فيه، اللي هي زي نظام خط انتاج كده. عشان كده احنا ركزنا قوي ان احنا نوريكم الشغل العملي اكتر من ان احنا نتكلم ونعمل كلام. عشان كده احنا هنعرض دلوقتي قدام حضراتكم فيديو
هيوضح لنا الشغل اللي احنا عملناه وازاي احنا قدرنا ان احنا نوصل للنتائج دي. تمام. تمام زي ما احنا شايفين دلوقتي ده الدراع اللي هو بتاع الروبوت. المفروض احنا مصممين الروبوت اساسا يمشي على المسار المعين اللي هو احنا راسمينه له ده اللي هو الخط الاسود اللي تحت ده، والمفروض ان هو عاملين له نقطه معينه اللي هو اول ما يوصل لها اللي دي هتبقى محدده في المصنع مكان الوصول بتاعه. دي اول ما يوصل للنقطه دي المفروض هو هيبدا الدراع يؤدي الوظيفه بتاعته اللي هو يشيل المنتج اللي هو في مكان معين وبعدين يحطه على نفسه او يحمله على نفسه وبعدين يمشي بيه لحد مسار معين ثاني عشان يوصله يوصله المكان اللي هو مطلوب ان هو يوصل له فيه. في تاني اللي هو يمشي على هذه الوظيفه الاولانيه اللي كانت مطلوبه منه اللي هي مرحله ان هو يمشي على مسار معين. وبعد كده ده كان الشكل المبدئي بتاعه. بعد كده ضفنا له الدراع وحطينا عليه وزي ما ورينا حضراتكم ان هو هيقدر يؤدي الوظيفه لما يوصل للمكان اللي هو محدد على التراك اللي هو بيوصل له. شكرا جزيلا لكم. المشروع اللي بعده محمد يوسف بفهمني حسابات ومعلومات. طبعا اي واحد فينا ابسط وسيله تعبير عنه انه بيتكلم زهقان يقول انا زهقان. في حاجه ماشي. ابسط حاجه الانسان بيعبر بيها عن جواه الكلام، واول حاجه بنتعلمها من اول ما نتولد قبل القرايه والكتابه هي النطق. ما بالكم في عندنا او مجموعه معينه من ذوي القدرات الخاصه ما بتعرفش تنطق اللي هم مجموعه الصوت. اتقالنا 3 كلمات هتفشلوا، فكرة اتعملت كتير وفشلت، ما بتجيبش حلول. وعشان كده سمينا التيم بتاعنا تيم ان هو يتحدى نفس ان هو يحل المشكله. كان اللي اشتغلوا قبل كده هدفهم حاجتين، يا شهره يا بيظهروا قدراتهم الالكترونيه مش خدمه ليه. فاحنا راعينا ده كله قبل ما نبدا في المشروع بتاعنا. ماشي. طبعا الديسكريبشن بتاعنا ان احنا عندنا ناس كتير هنا في مصر في فئه السن والبكر ما عندهمش طريقه يعبروا بيها عن كل شيء، بيعانوا من حاجات كتير، من الاتصال مع غيرهم، من المستوى التعليمي، بيتخرج من الثانويه العامه امي، ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما بيعرفش يعمل التعاملات اليوميه، ما بيعرفش يعد الفلوس، ما بيعرفش يعمل الحاجات دي كلها، مش عايز زي الناس زينا بطبيعته وبيتصرف بطبيعته. ماشي. عددهم في مصر كان بيتراوح من 3 مليون ل 8 مليون، والنسبه بتزيد لان مفيش اهتمام بيهم نهائي، مع العلم ان الفريق بتاع الصم والبكم من مصر محقق كاس العالم في كره القدم في تركيا السنه اللي فاتت، محدش سمع عن الموضوع ده، معنى كده ان احنا لو اهتمينا بيهم ووفرنا لهم المناخ هيكونوا زينا وزي اي حد مبدئي. المفروض التارجت بتاعنا او الاوبجكت بتاعنا ان احنا نبني منصه تقدر تتعرف على الصوت العربي ولغه الاشاره، الاثنين دول امر معقد جدا. تمام؟ ده بداية. انزل. ماشي؟ ماشي. انزل تمام؟ ماشي. ده الشكل العام بتاع المشروع عن طريق تعرف على الاشاره او تعرف على الصوت او مجموعه تطبيقات بناء على الحاجات اللي هتتبني. دوت ديسكتوب ابلكيشن. انزل. تمام؟ نشوف البروتوتايب من البروجكت احسن
من الصور. طبعا لغه الاشاره دي من اللغات المعقده جدا ما فيهاش شغل اي او ايمج او الكلام ده، لانها لغه معقده جدا. بتعتمد على 3 حاجات او لها 3 انواع. لغه بالهجاء اللي هي عن طريق ان هو بيستهجى الكلمات، ولغه عن طريق اشاره ثابته، ولغه عن طريق اشاره متحركه، وده امر صعب جدا. طب ازاي هنوفر الحلول دي؟ تاني حاجه الصوت العربي، ازاي هنخلي البرنامج بتاعنا يقرا او يقدر يفهم الصوت العربي اللي جاي مهما كانت النغمه وفي نويز. ازاي هنعمل دي؟ وده كان تحدي تاني معانا. هنشوف البروتوتايب بتاعنا دلوقتي بتاع البروجكت. نرجع. ماشي، ده الفيديو بتاعنا. طبعا في الصوت المفروض هنا اول اوبشن في التعرف على الصوت عنده 2 اوبشن، ان هو يسجل مباشر او يجيب ملف صوت عنده على الجهاز يدبلجه. هنا بيدخل عدد مده الثواني اللي هيتكلم فيها، اي عدد هو عايزه. ده بروتوتايب طبعا مش مقيدين بوقت معين، يعني ان شاء الله في المستقبل هيقدر يتعرف مباشر من غير عدد معين من الثواني. تمام؟ طبعا بياخد منه الكلام بسبب انه نغمه في الوقت ده لو في صوت بالنهار ده، وبيمثله بكاركتر بالمنظر ده كده اللي هو لغه الاشاره. طبعا احنا المفروض عندنا في الفيتشر في اكتر من كاركتر، ده كاركتر مبدئي او يعني كاركتر بيمثل اشاره مبدئي، في عندنا 5 كاركتر مختلفين. دي تيست مره ثانيه. هنا دمج الاشاره ان هو بيختار ملف عنده على الجهاز دوت ويف دوت MP4، اي ملف عنده على الجهاز، وبيبتدي السيستم يتعرف على الصوت اللي فيه ويعمل له دبلجه مباشره بلغه الاشاره. طبعا هو هنا بيعمل لودنج بس عشان دي نسخه بروتوتايب مش مقيده بالجي اي. تمام؟ بدأ يمثلها بالظبط، كانت كلمه شكرا. دي اول فيتشر معانا واشتغلنا عليها حاجتين، اي مع الدكتور محمد شمس هنتعرف عليها في الاخر مسكنا التكنولوجيا. بعد كده قلنا في لغه الاشاره في 3 حاجات، في اشارات ثابته عملنا له كيبورد من خلالها يقدر يكتب الحروف بتاعته على شكل كيبورد، على شكل حروف متقطعه. دي اول حل للاشارات بتاعتهم الثابته او الحروف الثابته اللي عندهم. في ناس عندهم ما بتعرفش تجيب الجمله على بعضها، فبتاخد الحروف بالهجاء، يعني كلمه محمد بيفهمها مين مين ده وهكذا زي الكلمه دي. فزودنا احنا لليوزر العادي ايه؟ لو ضغط على الساوند ده هينطق له الحروف العربيه. ده اول فيكشن عندنا. هنا بعد كده اللي هو عن طريق الكاميرا اللي هي الاشاره الثابته. فاول مره يعمل ريكوجنيشن جت غلط، في تاني مره اتعرف عليه. اخر حاجه من كل الكلام ده ان احنا لقينا ان ممكن من البلاتفورم اللي اتبنت دي في التعرف على الصوت والتعرف على الاشاره نقدر نبني حاجات تانية، نقدر نبني ابلكيشنات تانية زي قارئ الناطق باللغه العربيه مثلا، او دبلج الاشاره كان حاجه منفصله للقنوات يقدر يعمل عمليه دبلجه اونلاين عندنا. خلاص تمام. فاضل اخر حاجه بسيطه. الصوت لان الدكتور بتاعنا طلب ان احنا طالما هنعمل حاجه خيريه نضم معاهم الفئه بتاعت العمي اللي هم ما بيقدروش يشوفوا، يقدر يتواصل مع الناس عن طريق الصوت ويستقبل عن طريق ويب. دوت كان شرط تاثير الدكتور كمان. تمام. ان شاء الله في المستقبل او في الفتره اللي جايه في الفيوتشر اول حاجه هنعمل موبايل ابلكيشن بنص على الموبايل ابلكيشن برضه. هنبقى قادرين بعد كده ان احنا نجهز لايبراري او اي بي اي للديفلوبر يبتدوا يعملوا ابلكيشنات او يبتدي يعمل ابلكيشنات بعد كده ان شاء الله نقدر نبني التابلت بتاعنا المختص بينا احنا، لان احنا عندنا البلاتفورم الخاصه بينا احنا بدون استخدام جوجل اي بي اي او اي حاجات جاهزه زي الناس العاديه. احنا كنا عايزين نختلف في الموضوع ده. واخر حاجه نقدر نعمل اول شركه عربيه خاصه بعمليه NLP متخصصه في اللغه العربيه ولغه الاشاره وموسعها للغات الثانيه، لغات انجلش ولغات الساين